الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فمما ظهر في الحرب الأخيرة التي يشنها أعداء الله من اليهود والصليبيين على إخواننا في غزة خلق الشماتة، إظهار الفرح والسرور من بعض من ينتسب إلى الإسلام، يظهرون الفرح والسرور بما يصيب إخواننا، حتى قال بعضهم يستاهلون، وقال آخرون زين سووا فيهم اليهود، إلى غير ذلك من العبارات. لا بد أن نعلم إخوتي أخواتي أن الشماتة بالمسلم عمل محرم، حتى لو كان ذلك المسلم عاصيا أو مذنبا. فإن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما رجم في الزنا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول للآخر: أما رأيت هذا الذي ستر الله عليه فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر بجيفة حمار ميت، فقال لذينك الصحابيين: انزلا فكلا من هذه الجيفة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. إذا كانت الشماتة بالعاصي والمذنب والمحدود ممنوعة، فما بالكم بمن يشمت بالمجاهدين الصابرين الذين يقفون في نحر العدو، يدافعون عن مقدسات المسلمين ويدافعون عن شرف الأمة. الشماتة بالمسلم المجاهد والفرح بما يصيبه من البأساء والضراء واللأواء إنما هي أخلاق المنافقين نفاقا أكبر مخرجا من الملة، الذين قال الله عنهم: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واصفا أولئك المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والواجب على من وقعوا في هذا الخلق الذميم أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يمحوا السيئة بالحسنة، فيوالوا إخوانهم المسلمين ويدعموهم بما يستطيعون من قول أو فعل أو دعاء أو مال أو غير ذلك مما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا، فإنه سبحانه لا يمحو الخبيث بالخبيث، ولكن يمحو الخبيث بالطيب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا مناصرين لإخواننا داعمين لهم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.